ملكة حواوشي فيصل ومولودة في بقها معلقة دهب، وجوزها من أكبر رجال الأعمال في مصر. وعلاقة ياسمين عبد العزيز بدهبها مفاجأة محدش يتوقعها، واللي عملته في وائل الإبراشي ما يتصدقش. والمنظمة الدولية لحقوق الطفل كانت هتحبسها بسبب أغنية بناتها اللي مش ولا بد، وبتغير عربيتها في السنة 5 مرات، وما بتخافش غير من بنتها الصغيرة. صندوق أسرار ليلى الشبح. يا ترى إيه أسرار حياتها؟ وإيه علاقة شعبان عبد الرحيم بشهرتها؟ تفتكروا جوزها أكبر منها بكام سنة؟ تعالوا أقول لكم كل التفاصيل دي في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معانا للنهاية. ليلى الشبح بقالها كام يوم متصدرة ترند وبقوة، بالذات الساعات اللي فاتت بعد ما اتقبض عليها بسبب إنها اتهمت شخصيات عامة في لايف وقالت إنهم بيعملوا حاجات مش ولا بد. وعشان كده هقول لكم قصة حياتها اللي من أغرب القصص اللي ممكن تسمعوها في حياتكم. أصلها اتولدت في بقها معلقة دهب، ومش أي دهب والسلام، لا ده دهب من أجود الأنواع. وده لأن أبوها كان عنده بدل العمارة 2 و3 في شبرا. أيوة، ما هي شبراوية أصلا. ده غير بقى مكتب الصرافة اللي كان بيكسب منه كتير، وما كانش بقى بيستخسر حاجة خالص في بنته ليلى اللي رباها على العز والهنا كله. وفي يوم بعد ثورة يناير صحيت على كابوس، وهو إن مكتب الصرافة الناس لهفته، ما بقاش ليهم مصدر دخل. بس أبوها بقى لأنه كان راجل بتاع شغل على طول فتح قهوة، ومش أي قهوة، ده خلاها من أكبر القهاوي في منطقة شبرا كلها. ليلى الشبح كانت مهتمة شوية بدراستها لحد ما ربنا كرمها ودخلت معهد ألسن قسم حاسب آلي، ومعروف اللي بيدرس حاسب آلي بيقولوا عليه مهندس كمبيوتر. وفي يوم كده ليلى قابلت المعلم فؤاد الشبح، واللي كان رجل أعمال عنده معرض عربيات، وهو أول واحد دخل العربيات الشبح مصر. ومن هنا بقى طلع عليه لقب الشبح. ووقعت ليلى في حبه واتجوزته رغم انه كان اكبر منها بحوالي 19 سنه، وكمان ما كانش معاه غير شهاده الاعداديه بس. لكن مستواه المادي فوق اي حاجه، وهي مش عايزه غير العيشه المرتاحه اللي اتعودت عليها. وخلفت منه 3 بنات كانت هتتحبس بسببهم. الحكايه بقى بدات لما في يوم رجعوا من المدرسه وقالوا لها عايزين نغني ونتشهر. طبعا قلب الام بقى ضعيف وما قدرتش ترفض طلبهم. طلعت جري على بيت شعبان عبد الرحيم، ايوه ما هو كان جارها، وولاده وقتها عرفوها على مخرج كليبات. قالت له انت عليك تخرج وانا عليا انتج، ما هو برضو عيب بنات ليلى الشبح حد تاني ينتج لهم، وانا خيري موجود. وعمل لهم فعلا في الاول كليب ما حدش سمع عنه لحد ما عمل التاني، وكان اسمه الواد ده بتاعي، واللي قلب الدنيا. ومنظمه حقوق الطفل رفعت عليها قضيه وقالت انها بتستغلهم عشان تتشهر. وبصراحه يا جماعه كلمات الاغنيه والحركات اللي كانوا بيعملوها بناتهم فعلا مش ولا بد خالص. ولما استضافها بقى وقتها الراحل وائل الابراشي وقال لها ازاي توافقي ان بناتك تعمل كده، اتضايقت واحرجته وسابت الحلقه ومشيت. ليلى الشبح عندها شركه عقارات كبيره، ده غير مطعم الحواوشي اللي في فيصل. ولا بقى كيلوهات الذهب اللي عندها تحسسك كده انك دخلت محل ذهب. وبما اننا اتكلمنا عن الذهب فخلينا اقولك ان اغلى طقم عندها في الذهب جابته بسبب ياسمين عبد العزيز، وده لما بنتها شافته على ياسمين فطلبت من امها تجيب لها واحد زيه. ليلى الشبح بتغير عربيتها في السنه بدل المره 5 مرات بحالهم، فلوس بقى زي الرز معاها. كل العز ده خلى ليلى ما بتخافش من حد غير بنتها الصغيره، اصلها بتعمل لها بلوكات كتير قوي. فقولوا لنا بقى، شغل العقارات والحواوشي بيعمل كل الملايين دي؟